الملوخية زيها زي باقي الخضروات الورقية، فيها دودة اسمها الدودة الشريطية. الدودة الشريطية دي بتبقى موجودة في أوراق الملوخية وإحنا مش بنشوفوها بالعين المجردة. دودة الفشيولة دي بتروح تخترق الكبد وبتعيش في الكبد. هتقول لي طيب طالما الملوخية فيها غذاء يبقى إحنا مش مهم إن إحنا ناكلوا الملوخية. لا، إحنا ناكلوا الملوخية علشان الملوخية مليانة بالفيتامينات والمعادن المهمة ومضادات الأكسدة بتحمينا من الأمراض الخطيرة. فيها مادة لزجة بتحافظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي وبتحمي من مشاكل الإمساك. طب إحنا لو عايزين نتجنبه الديدان اللي بتبقى موجودة في الملوخية دي، تجيب الملوخية اللي هي أوراقها خضراء وفريش وشكلها جميل وتحاولي تجيبيها ملوخية كويسة وجيدة. لما تجيب الملوخية لازم تغسليها غسيل جيد. الملوخية لما بتخرطيها على صينية ألمونيوم، والألمونيوم والرصاص دولت من المعادن الثقيلة اللي بتسبب أمراض خطيرة.